عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان، المهم في هذا الفيديو إن شاء الله نوريكم هاد التين هذا. وحنا كنقول ليه الطلف هذا راه كيكون مقاوم الحمد لله. إلا كان كي مرة تسقيه ولا شي حاجة راه كيكون مقاوم الحمد لله. جات تقريبا عام، كيف الشكل ديالو تقريبا عام ما درت ليه شي دواء كاع الحمد لله. ما فيش ريح الحشرة القرمزية ما كايناش. هذا مدة شي 6 أشهر كما كتشوفوا لهنا. المهم على كل واحد فينا رجع يزرع هاد النبتة هاد النبتة أو فاكهة. هادي راه كانت ديال إنسان ضعيف، ولكن مع هاد الأمراض وهاد الحشرة القرمزية الانتشار ديالها الانتشار اللي كان واسع قضات على هاد الحشرة. مهم في البادية راه نقولو حنا 1% ولا قل كاع اللي باقا ديال. المهم في هاد المنطقة عندنا حنا محاش 100% مكيناش، قليل الا اللي عاود تاني زرعها ويحاول يكافح هذيك الحشرة راه رجعت بإذن الله. المهم كاين نمو الحمد لله. وكاين اللي ولا عنده كاع كرموس راه خص بنادم يعاود يزرع ويعاود يحيي هاد النبتة هادي. فاكهة هادي راه لما كانتش هادي راه كانت ديال المواطن كان كياكلوا منها البهايم. كان ياكلوا منها البهايم وقت اللي كتكون القضية يكون فيها الجفاف بحال هاد الضلفة كتحيد وكتشوط وكتعطي للبهايم. والحمد لله. الا انا ما عرفتش هاد الاخر ديال. المهم في هاد الصيف اللي داز ولا عندي هاد القشور هادو يمكن كنت المهم غايب ما سقيتو شحال ولقيتو بحال بدا ينشف شوي عاوتاني سقيتو الحمد لله. هو هادي راه تقريبا كيكون عندها غير 6 شهور بحال هادي. دابا 6 شهور دغيا كيكبر تبارك الله. المهم غير بخا الانسان يعاود يزرع يتهلا في هادو ويسقيه مرة ما كيحتاج الماء بزاف. مرة في شهرين ولا هذا يعطيه مويها ويكون خير. وهذا الشيء اللي كاين الحمد لله على كل حال.